شعروا بالتأهل لدور الثمانية في موقعة كروية لا تنسى أمام صباباتر الإيراني بحمص. مباراة شهدها 30,000 متفرج احتفلوا بهيبة فريقهم وفوزه الغالي، آملين أن يواصل التقدم نحو إنجاز تاريخي آخر. زرقاء وبرتقالية غطت المدرجات فظهرت كلوحة رائعة مزينة بمشجعات كزغب القطا لم يبخلن بأصواتهن التي تدافعت إلى آذان اللاعبين، وكأنها جمل موسيقية لحنت على الطريقة الحمصية لتحفيزهم على تجديد الفوز على علي دائي ورفاقه. تتوقع النتيجة؟ 2-0 للكرامة. راح يستمر الكرامة يا ربحان؟ راح يستمر ان شاء الله. الكأس هلا الدوري وكأس جمهوري وبطل المجموعة ان شاء الله. فريق تابا كان هو الآخر متسلحا بهذه الكوكبة من النسوة والرجال الذين كانت أصواتهم تشق طريقها إلى الملأ، لكن بصعوبة بسبب كبر حجم جماهير الكرامة. صافرة البداية كانت كافية لنشر الهدوء وسط المدرجات العامرة، لكن سرعان ما خرجت الآهات منها حين أخفق أحمد التركماني في تسجيل هدف مؤكد. إن شاء الله بيربحوا الكرامة أبدا إن شاء الله، أملنا بالله وإن شاء الله بالفريق الكرامي يربحوا. أملنا كبير، فرصة حمص طلع اليوم، فرصة حمص وفرصة سوريا كلها، إن شاء الله بإذن الله يا رب، إن شاء الله الفوز بإذن الله. وكذلك كانت الحال عندما أهدر زملاؤه فرصا أخرى في حين لعب رتسابة بهجمات مماثلة إلى حد ما دورا في إقلاق الجماهير الحمصية التي تنفست الصعداء حين سجل عبد القادر الرفاعي هدف التقدم. شملوا الهبلة كفريق سابا ومبروك كفريق الكرامي. فازوا ببطولة الدور أولا، ثانيا تأهلوا بطاقة نزعوا بطاقة التأهل تبعيد آسيا، ومبروك الكرامي لكل جماهير الكرامي والنساء والشباب والرجال وإن شاء الله الكاس على الطريق، الكاس على الطريق إن شاء الله. ورغم التقدم بهدف إلا أن ضغط الفريق الإيراني في الشوط الثاني أوقف طبل وزمر هؤلاء المشجعين وأقلق هذا الشاب وكذلك تلك المشجعات اللواتي واصلنا رغم ذلك التشجيع ليدخل الجميع في عنق الزجاجة خلال الدقائق الأربع الإضافية، لكن الصافرة الأخيرة جعلت أكثر من 35,000 مشجع ومشجعة يطيرون من الفرح وبطريقة لم تخلو من هستيريا كرة القدم. والله متفائل، بس يعني في خوف
خوف لانه في ضغط نفسي كان على اللعيبه وعلى ابو شاكر، الحمد لله يعطيه العافيه يا رب. نعم. شو مبسوط؟ ولا احلى من هيك. يا اخي كرماويه ما بطل هذول، لا بارضهم لا بارضهم، ما حدا بيطلع مع الكرماويه. كرماوية هتافات تعود على ترديدها جمهور النسر الأزرق، وسيقولها طالما أن فريقه تمكن من انتزاع بطاقة التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا. كميل سهدو، قناة دبي الرياضية، لبرنامج الجماهير من ملعب خالد بن الوليد حمص.